حياتك العملية أنت بتاخد قرارات أو decision بناءً على حاجات حصلت، وتقول لو الحاجات اللي حصلت ديّة أنا هاعمل كذا، لو ما حصلتش مش هاعمل أو هاعمل حاجة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بكم في الفيديو الرابع من تعلم لغة البايثون. النهارده هندرس حاجة من أهم الأشياء اللي موجودة في لغة البايثون أو في اللغات كلها، في كل اللغات هتلاقيها، وهي الIf اللي هي بمعنى لو. ديّة مهمة جدًا، 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 بتخلّي البرنامج يبقى ذكي، ياخد decision أو ياخد قرارات بناءً على حاجات معيّنة. فمش هاطوّل عليكم وخلّينا نبدأ على بركة الله. النهارده يا جماعة هنشرح واحدة من أهم أساسيات البرمجة في بايثون، وتقريبًا في كل لغات البرمجة، وهي الجملة الشرطية if. معنى if إيه؟ if معناها في الإنجليش يعني لو، يعني في البرنامج ممكن نسأل عن حاجة معيّنة إذا حصلت نفّذ كود معيّن أو نفّذ حاجة معيّنة، وإذا لم تحدث هذا الشيء أو هذا الcondition أو هذا الشرط نفّذ حاجة تانية أو ما تنفّذش حاجة خالص. فالشكل العام لإف يا جماعة ده أبسط شكل له، أنت بتكتب أمر if وبعد كده الcondition اللي هو الشرط بتاعي، وبعد كده نقطتين فوق بعض، وبعد كده تنزل السطر اللي بعده تسيب مسافة هنا كده، وبعد كده تكتب الأوامر اللي تنفّذ لمّا الcondition ده يتحقق. ده أبسط شكل. ده شكل تاني للإف يا جماعة، هو تقريبًا بس زوّدنا اللي تحت دي، زوّدنا else وبعد كده do something. إيه بقى الموضوع ده؟ ده معناه إيه؟ إن هو لمّا يحصل الشرط ده، يعني الشرط الcondition ده يتحقق، نفّذ ده. طب إذا لم يتحقق، هيدخل في الelse دي. باكتب else نقطتين فوق بعض وباكتب الأوامر التي تُنفّذ إذا لم يتحقق هذا الشرط، يعني الشرط ده أصبح بfalse. ده شكل تالت يا جماعة من شكل الإف، كبرناه شوية، ضفنا الإف condition do something. الإف اختصار else if. دي بستخدمها امتى؟ بستخدمها لما يكون عندي أكتر من condition، يعني الكونديشن الأولاني هنا بكتبه if condition الأولاني يتحقق do something. طب لو أنا عندي condition تاني الإف، عندي condition تاني أو شرط تاني بكتبه بعد الإف، بكتب الكونديشن ونقطتين واسيب مسافة واكتب الأوامر اللي تتحقق في الشرط التاني. لو لم يتحقق هذين الشرطين خش في إلس اللي تحت دي. مثال مثلا درجة الطالب مثلا، يعني أول شرط ده أنت بتتشيك أو بتفحص درجة الطالب هل هي أكبر من 90% مثلا، والله برنت أنت مرحلة أولى. طيب الإف أو إلس إف، هل الدرجة بتاعتك مثلا ما بين 70 ل 90، برنت أنت مرحلة تانية. إلس ما فيش أي حاجة من الحاجات دي اتحققت، فأنت مرحلة ثالثة مثلا، مثال يعني، وهكذا. احنا بنستخدمها كتير جدا في الكود بالشكل ده. يلا بقى يا صاحبي نكتب الكود ونطبق بامثله عمليه علشان الاف تثبت في المعنى. انا كنت عملت ملف بايثون، فاكر في الفي اس كود كنا بنعمله من الزرار ده، يفتح لنا بوكس كده نكتب فيه الاسم وبعدين دوت بي واي، ونقف هنا كده علشان نكتب الكود بتاعنا. اللي ناسي او ما اتفرجش على الفيديوهات او مش عارف يعمل ملف ازاي، يرجع بس يتفرج على الفيديوهات اللي فاتت، احنا شارحين كل ده في الفيديوهات اللي فاتت. فاحنا عايزين نعمل مثال بسيط جدا. هنستقبل رقم من المستخدم بانبوت، وبعدين يتشيك على الرقم ده هل هو اكبر من 100. لو اكبر من 100 يطلع لنا رساله معينه او يظهر رساله معينه ان الرقم ده اكبر من 100. نعرف متغير وليكن اكس يساوي، الاكس ده هيجي من الانبوت، امر انبوت كنا شارحينه في الفيديوهات اللي فاتت برضه. افتح القوس واقفله وبعدين ندوس انتر. الاكس ده بقى عايزين نتشيك عليه هل هو اكبر من 100. نكتب بقى الاف بتاعتنا اف، وبعد كده الكونديشن بتاعنا ايه؟ هل اكس اكبر من، دي علامه اكبر من 100، تمام. وبعدين النقطتين وبعدين انتر، وبعد كده بقى اكتب الكود اللي يتنفذ لو الشرط ده اتحقق. هنطبع بس برنت، افتح القوس، علامتي التنصيص the number greater than 100. بس كده. تاني يا جماعه عشان الناس تخلي بالها من شكل الاف، لان هو لازم يتكتب بشكل معين. اول سطر ده انا عرفت متغير وهستقبله من الانبوت. تاني سطر بتاع الاف ده كويس، انا كتبت امر اف وبعدين عملت مسافه صغيره وبعدين كتبت الكونديشن بتاعي او الشرط هل المتغير اكبر من 100، وبعدين عملت النقطتين فوق بعض، وبعدين نزلت السطر اللي بعده، سبت مسافه كده في الاول هنا كده، الاول هنا، وبعدين كتبت سطور البرمجه بتاعتي. حاليا انا كتبت سطر واحد بس اللي هيتنفذ لما الشرط ده يتحقق. في حاجه يا جماعه عايزين نضيفها على البرنامج ده عشان يشتغل، خاصه بامر انبوت. حد فاكرها من المره اللي فاتت لما طلع لنا ايرور؟ فاكر ان امر انبوت ده البرنامج بيفترض ان اي حاجه هتدخلها عباره عن سترينج، يعني نص، فانت لازم تحولها لرقم. ازاي؟ باجي قبل امر انبوت ده، تمام، وبضيف حاجه اسمها انتجر. خلي بالك ان
الداتا اللي هتدخل في الانبوت ده عباره عن انتجر. اشيل بس قفله القوس ده اهي واحطها بعد في النهايه خالص بعد الانبوت. خلاص كده تمام التمام، البرنامج جاهز ان هو يشتغل. تعال نجرب بقى شغل البرنامج من فوق هنا كده. هيشتغل اهوت وهيقف مستنيك تدخل له الرقم. انا هدخل رقم 200، المفروض هيطلع لي الرساله دلوقتي. كويس، لان ال 200 هيتشيك عليها هيلاقيها اكبر من 100 فهيطلع لي الرساله دي. طب انا هران تاني. كويس، وهدخل له رقم اقل من 100. تعال ندخل مثلا وليكن 40 وادوس انتر. مش هيحصل حاجه لان الشرط ده ما اتحققش، ما طلعليش اي حاجه هنا. البرنامج الصغير ده يا شباب بيتشيك هل الاكس اكبر من 100، نفذ لي دي. طب لو ما كانتش اكبر من 100 عايزينه يعمل حاجه تانية، نعملها ازاي؟ فاكرين else؟ يجي في الاخر كده وندوس انتر، نحذف المسافه اللي في الاول دي، نكتب else نقطتين فوق بعض، ننزل برنت اي حاجه بقى، مثلا ان ايه، نمبر less than 100. مثال بسيط بس علشان ايه نعرف نستخدم اف. كويس، فتاني بقى الاف، هل الاكس اكبر من 100 نفذ ده. else معناها اذا لم يتحقق الشرط ده، الشرط ده اصبح فولس، نفذ لي ادخل هنا. تمام، تعالى نران. كويس، واقف اهوت تحت هنا مستني الرقم، دخل له وليكن 200. المفروض هيدخل في دي اللي هي برنت نمبر جريتر ذان. تعالى هنا كده ندوس انتر، طلع لي ذا نمبر از جريتر ذان. كويس، نفذ تاني. تعال ندخل له رقم وليكن 50 مثلا، ندوس انتر. كويس، بقى النمبر ليس ذان دخل في الثانيه دي. نكبر البرنامج بتاعنا شويه كمان. احنا بنتشيك دلوقتي او بنفحص الاكس هل هي اكبر من 100، نفذ ده. إلس نفذ ده. عايزين نضيف حاجه كمان، لو الاكس يساوي 100 نفذ حاجه معينه. يعني يبقى عندنا 3 حاجات، عندنا لو الاكس اكبر من 100، عندنا الاكس لو تساوي 100، وعندنا الإلس الاخيره دي. تعالى بقى نعملها ازاي. نروح في الاخر كده ندوس انتر، نرجع ورا شويه كده، نحذف المسافه دي، نكتب ال اف. تمام، إلس اف مسافه، نكتب الشرط بتاعنا اكس. عايزين الشيك على الايكوال او يساوي. بنعملها ازاي؟ بنعمل 2 يساوي ده الشكل بتاعها 100. تمام، نقطتين فوق بعض، انتر، ينزل في السطر الجديد. بس ايه، جاي في مسافه هنا كده، هو عامل لك المسافه اوريدي. تمام، نكتب برنت. تمام، اطبع علينا بس ايه، نقطتين فاصلتين منقوطتين ان هو الرقم ايكوال 100. كويس، فبقى عندنا 3 حاجات دلوقتي. عندنا لو الشرط الاولاني ده اتحقق اللي هو اكس اكبر من 100 هيدخل في البرنت دي. تمام، else هل الاكس ايكوال من 100 ادخل هنا. else ادخل هنا. تمام، هنرن. كويس، رن. واقف هنا تحت مستنيه يدخل الرقم. انا ادخل 100 بس دلوقتي، المفروض هيخش اللي في الايكوال دي. دوس انتر، هيطلع لك الايكوال. كويس، الايكوال تحت هنا. طيب تعال ننفذ تاني، ندخل وليكن 200. المفروض 200 اكبر، هيخش لي في دي. دوس انتر، طلع لي الجريتر دي. رن تاني، دخل مثلا وليكن 60، انتر، هيطلع لي اللسان. مثال عملي تاني، ونعمل آلة حاسبة. فاكر اللي عملناها في الفيديو اللي فات؟ هنكبرها شوية بقى. احنا اتعلمنا الاف وهنخليها ذكية شوية. سيب ده بقى واعمل ملف جديد على نظافة كده من الزرار الصغير ده، كليك عليه يفتح لك بوكس صغير، اكتب اسم الملف وليكن كالك. تمام، دوت بي واي. لازم دوت بي واي، اهم حاجة الاكستنشن. الاسم ممكن يكون اي حاجة بس الدوت بي واي لازم. انتر، يفتح لك الملف الجديد، مستنيك بقى تبرمج. احنا قلنا عايزين هندخل متغيرين، تمام، رقمين، وندخل العلامه، والبرنامج هيشوف لي العلامه ديت ايه، لو جمع يجمع، لو ضرب يضرب، وهكذا. نعمل ازاي؟ ده اول متغير هنعرفه n1. تمام، هيجي منين؟ هيجي من الانبوت. كويس، ونفتح القوس. تمام، ونكتب له بس رساله علشان تظهر للمستخدم فيعرف البرنامج طالب منه ايه بالظبط. هنا انتر ايه فيرست نمبر مثلا. تمام، روح الاخر وانتر. تمام، عايزين بقى الاوبريشن او العلامه او اي حاجه هنسميها او. تمام،
يساوي انبوت. كويس، افتح القوس واقفله، اعمل علامتي التنصيص، انتر الاوبريشن العمليه اللي انت عايزها، وبعد كده روح الى الاخر دوس انتر، وبعد كده المتغير الثاني يساوي انبوت. تمام، كويس، وبعدين افتح القوس واقفله، وبعدين علامات التنصيص انتر سكند نمبر. كويس. حد يقول لي بقى احنا ايه نسينا نعمل حاجه هنا بالنسبه للنمبر، نسينا نحوله الانتجر اي ان تي. افتح القوس، اعمل لك القوس الثاني هنا كده، احذفه بس وروح في الاخر هنا واكتبه. بالنسبه كمان للمتغير الثاني، روح هنا كده اكتب انتجر، حوله لي الانتجر. كويس، شيل القفله، روح الاخر حط القوس، انزل سطر جديد. تمام. عايزين بقى، احنا دلوقتي مش عارفين الاوبريشن دي ايه هي بالظبط، يعني المستخدم دخل بلس ولا ماينس ولا كده، فدي بقى اللي هنشيك عليها، هل هي بلس ولا هل هي ماينس ولا هل ايه بالظبط. هنعملها ازاي؟ هنستخدم اف. دوس انتر يا عم عشان يعمل سطر جديد، اكتب بقى الاف بتاعتنا، هل الاو ايكوال، وبعدين عايزين نتشيك على البلس. ما دام بلس، البلس بيعتبرها كاركتر او نص، فلازم علامات التنصيص نكتب البلس جواها. فانت كده بتسال هل الاو ايكوال البلس. تمام، وبعد كده النقطتين، وبعد كده انزل اجمع يا عم الرقمين، برنت. تمام، كويس، علامتي التنصيص الريزلت بتاعي. الريزلت عباره عن ايه؟ عباره عن مجموع الرقمين. نعمل كوبه كده عشان هو كده هيطبع الريزلت، وبعد كده النقطتين اللي فوق بعض دوت، ومستنيك هنا تدخله هيطبع ايه بالظبط، يعني يلزق الاثنين في بعض. هيلزق ايه؟ هيلزق ال N1 بلس ال N2، يعني اجمع الاثنين دمت مع بعض واظهرهم. كويس. طيب افرض المستخدم دخل الماينس ما دخلش الايه البلس، روح هنا كده وقول له اف. تمام، هل الاو ايكوال الماينس؟ تمام، لو الايكوال الماينس نفس الايه، نفس اللي فوق دي، ما تنساش النقطتين اللي هنا دول. كويس، دوس انتر. انا هاخد بس من دي كوبي، انت بتعلم عليها كده، كوبي كنترول سي، وبعدين هاجي هنا كده وكنترول في لازم عشان ما اكتبهاش من اول وجديد، اقول له ريزلت، بس اللي هنغير العلامه هنا لماينس. تمام، وروح هناك ودوس انتر. كويس، احذف دي علشان هنعمل كمان واحده ال اف. تمام، الاو، هل الاو ايكوال الهاش، يعني الضرب. روح الاخر نقطتين اللي فوق بعض، دوس انتر، الزق السطر معاك هو لسه، الريزلت غير ديت لضرب. نعمل بقى الاسم كمان، دوس انتر، احذف المسافه اف، مسافه الاو ايكوال سلاش. كويس، بعدين نروح الاخر نقطتين، وبعدين انتر. بس هنا بقى في تريك. ايه هي التركه؟ الرقم الثاني ده عايزين نتشيك عليه، اللي هو ال N2 ده اللي احنا هنقسم عليه، عايزين نتشيك هل هو زيرو، لان لو دخله زيرو الاسم على الزيرو ما تنفعش. كويس، فاحنا عايزين نتشيك عليه كمان هل هو زيرو ولا لا. فهنيجي هنا كده ندوس انتر. تمام، شوف بقى هنعمل ايه، هنعمل اف جوه الاف، نكتب اف N2، عايزين نتشيك هو نوت ايكوال زيرو ولا لا. بكتبها ازاي؟ علامه التعجب، شيفت مع رقم واحد يعمل لي علامه التعجب ويساوي، دي معناها هل N2 لا يساوي الزيرو. كويس، نقطتين فوق بعض، وبناء عليه اكمل عمليه القسم اللي هو لا يساوي زيرو. كويس، انا لسه كانت معايا من النسخ اللي فاتت، بس لزقتها يعني كنترول في، واكمل عمليه القسمه، وان 1 على ان 2، وبعدين انتر. طب إلس لو هو يساوي زيرو، طلع لي بقى رساله ايرور ولا حاجه، برنت. تمام، ايرور مثلا ديفيجن باي زيرو، خليها ايرور وخلاص. دلوقتي تاني انا عملت ايه؟ انا عملت اف جوه الاف اللي فاتت دي، يعني دي فاكر الاف دي كنا بنشيك على الايه الاو او الاوبريشن، هل هي ديفيجن او هل هي قسمه. وبعدين نزل
نتشيك على الرقم الثاني، هل المستخدم بتاع البرنامج دخله يساوي 0 ولا مش يساوي 0؟ لو مش يساوي 0 كمل الاسم عادي، لكن لو يساوي 0 طلع له ايرور. تعال نرن البرنامج ونشوف النتيجه بقى. رن من فوق هنا. كويس؟ رن. انتر الفيرست نمبر وليكن 20. انتر الاوبريشن وليكن بلس، اجمع لي. كويس؟ انتر سكند نمبر 50، يبقى النتيجه لما ادوس انتر المفروض هيخش ويجمعهم ويطلع 70. كويس؟ زي الفل. تعال نرن تاني. هنجرب بقى القسمه. انا عايز 30 انتر وبعدين سلاش انتر 3. 30 على 3 ما ادوس انتر المفروض هيطلع لي ال10 دي. زي الفل. تعال نجرب بقى الديفيجن باي 0 دي. كويس؟ تعالى رن. انتر فيرست نمبر 30 وبعدين انا عايز اسمه وبعدين انا هدخل 0 المفروض هيطلع لي الايرور دي. كويس؟ هنظبط بس شغلنا لان ايه بص انتر فيرست نمبر دي لازقين في بعض كده. تعال بس نحط كده ايه هنا مسافه، نقطتين فوق بعض كده ومسافه، والتانيه برضو ده تظبيط شغل بس. وبعدين بس نقطتين فوق بعض بس يبقى شكلها حلو كده. ران تاني كده بعد التظبيطه الصغيره دي، كليك هنا تمام، هتلاقي التظبيطه بقت تظبيطه شكلها حلو كده. واقف لك هنا يكتب الرقم وفي مسافه شكلها كويس كده. نكتب وليكن 20 وبعدين انتر. الاوبريشن كنا عايزين نظبطها شويه في المره الجايه، نقول له بس عايزين بقى ماينس المره دي. انتر 20 اطرح لي منها 7 مثلا، النتيجه انتر يطلع لي الريزلت 13. زي الفل. ممكن نضيف واحده كمان على الاف الكبيره دي لو المستخدم دخل عمليه مش موجوده هنا. كويس؟ يعني يجي هنا كده في الاخر ندوس انتر، نلغي مسافه ونلغي مسافه ثانيه علشان نطلع للاف الكبيره ونقول له إلس. تمام؟ انتر برنت ان الاوبريشن دي احنا مش عندنا، مثلا ان احنا we do not support this operation مثلا. operation العمليه اللي انت دخلتها ديت مش موجوده عندي. جرب ران. تعال ندخل وليكن مثلا 50 انتر. هنا هندخل اي حاجه يعني مش موجوده فوق، مثلا اي علامه زي اي علامه وليكن زي كده. انتر وبعد كده اي رقم وبعد كده انتر هيطلع له ايه we don't support this operation، لان الاوبريشن اللي دخلها دي مش موجوده عندنا في الافات وبالتالي دخل في الالس الاخيره. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اظن الناس كلها فهمت اف وفهمت ازاي تستخدمها. جرب بقى وطبق بايدك الامثله اللي انت خدتها عشان المعلومه تثبت، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.